السلام عليكم أخوات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم قصة جديدة، قصة من لونطوراج تاعي، تقدروا تقولوا قصة حقيقية من يعني حقيقية من محيط صاحبة القناة. هذه الحكاية اللي راح نحكيها لكم اليوم قصة واقعية حكتها لي أستاذة. باش يكون في علمكم، كانت عندي أستاذة ربي يحفظها. كما راكم عارفين، الطلبة دائما كيكون عندهم تخرج وكامل يكون عندهم أستاذ ينكادريهم. وهذه الأستاذة كانت جد اجتماعية دائما، ما تطرقش يعني غير للموضوع اللي نكونوا نهضروا عليه، ولا يعني للعمل بحد ذاته، كما نقولوا بالميموار بحد ذاتها. مرات تطرق على بحكم هي كبيرة شوية في السن، دائما تفكر المشاكل تاعها، تفكر الهموم تاعها، تتقاسمهم مع الطلبة تاعها. أنا كنت طلبة تاعها ماشي في الماستر، في لا ليسانس. أستاذة تاعي حكت لي الحكاية هذه، راح نقاسمها معكم، لكن راح نبدل الأسماء، راح نبدل بعض الأشياء باش ما يتعرفوش عليها شخصيا. وقبل ما نروحوا لتفاصيل هذه الحكاية اللي جبتها لكم اليوم، نطلب من الجميع ديروا جيم واشتركوا في هذه القناة. راح نجيب لكم القصص الواقعية اللي راح ترسلوها لي، اللي يرسلوها لي المتتبعات تاعي. نقول لكم واصلوا، راه وصلوني زوج قصص البارح، راح نحطهم في القناة، لكن ما تقلقوش، كل مرة يعني كل ما توصلني الأول بالأول والتالي بالتالي، يعني كل ما توصلني واحدة راح نتقاسمها معكم هنا في القناة. نقول لكم ادعموا القناة لمزيد من القصص. نروحوا للحكاية تاع اليوم. حكاية اليوم تقول: شوفوا، بحكم ما مدتليش يعني تفاصيل دقيقة تعاونتها زايدة، ولا يعني تفاصيل بزاف، لكن نحاول أني نقدم لكم قدر المستطاع من المعلومات اللي قدمتها لي. إذا قلت لكم حكاية اليوم تقول: أنا نورية زايدة في 1962، عشنا في أسرة جد مثقفة، من أب وأم جد مثقفين. كانت الأم معلمة لغة فرنسية آنذاك، يعني بكري كانت معلمة لغة فرنسية. وحتى الأب تاعي كان إنسان مثقف وخدام. احنا كنا خواتات 7 بنات، أنا و6 خواتاتي واحد أخرين، وما عندناش الشجرة فيما بيناتنا، غير احنا 7 شيرات. قرينا كامل كل وحده وبلاصتها. الحمد لله انا وصلت للبلاصه اللي تمنوني والدي يشوفوني فيها. حتى خواتاتي اللي خرجت طبيبه، اللي خرجت معلمه، اللي خرجت خياطه ماهره. المهم كل وحده فينا عندها بوست دو طرافاي تاعها ولاباس بها. انا ما كنت الكبيره ما كنت الصغيره، كنت الوسطانيه، 3 فوقي و3 تحتي، يعني 3 شيرات كبار عليا و3 شيرات صغار عليا، وانا الوسطانيه. كامل تزوجنا والحمد لله، كل وحده يعني بدارها براجلها بوليداتها. انا ربي رزقني بولد واحد، ورزقني ب3 بنات. ركزوا معايا، ب3 بنات. وخواتاتي اللي كبار عليا كاين اللي عندها شجره، كاين اللي عندها شيرات، المهم عندهم شيرات بزاف. كنا كالخواتات، قعدنا هكا كالخواتات مطايبين، نتلاقاو في كل المناسبات بلا مناسبات، المهم كنا مطايبين بزاف والحمد لله. انا كنت متفاهمه بزاف مع الزوج تاعي، متفاهمين باللي وليداتنا نقريوهم، وليداتنا نوصلوهم البلايص ملاح. الشيرات قريتهم الحمد لله، بحكم كان عندي شهريه كبيره ولا شهريه شابه، كنت نقريهم دروس الخصوصيه. حتى الولد كنت نخلص عليه الرياضه، يدير سبور، يدير كلش. الحمد لله خرج لي طبيب. والبنات اللي خرجت أستاذة، اللي خرجت معلمة، المهم كامل ببلايصهم تاني. قلت لكم في فترة من الفترات كانوا خواتاتي يعرضوا عليا باللي بناتهم يتزوجوا بولدي. خاطر تقول لي باللي، ولا وحده الصغيره كامل تتمز عليا تقول لي باللي علاش ما تديش محمد، ولي اسمه محمد، كتقول لي على ما تديش زعما هذيك الشيره ملكه المحمد، على ما تديش هذيك المحمد ولدك. وانا نقول لهم باللي هذا الصوالح تاع مكتوب، وما نقدرش انا نقرر في بلاصته ولا نري عليه، نخلي له كامل الحريه وكامل الاختيار. وانا استاذه جامعيه باش يكون في علمكم. ولدي كان يجي عندي في اوقات الفراغ تاعه، كان متعلق بيا بزاف. مره على مره يجي عندي، كان يدخل في اللونفي اللي كنت نخدم فيه، ولا كان المكان اللي كنت نخدم فيه، وكان ديما يجي عندي في اوقات الفراغ تاعه. والاغلبيه راكم عارفين الشبيبه يقرب عندهم ما عندهم ما على جال هذاك المصروف، يعني يجي عندي يتقرب مني باش كي نكمل نعطيه مصيرفه يروح يفوت بها نهاره، ولا يروح يلعب بها كيما نقولوا على صحابه، ويخلص على صحابه.
على خاطر كان شويه لعبها عليهم هكا حاجه. وكان وانا كنت نقول غير معليش معليش، كان يجي عندي قلت لكم تقريبا 2 خطرات في السيمانه 3 خطرات في السيمانه ويدي عليا دراهم. انا كنت نشوف فيها كيما هاك باللي كان يجي يدي دراهم. مع الوقت قلت لكم باللي اقرا وكمل قرايته وكمل. واحد المره قال لي باللي خطبي لي وحده. قلت له الحمد لله اللي لقيت بنت الحلال، الحمد لله لقيت المرأة اللي تشوفها يعني تناسبك كزوجة. قلت له قول لي شكون، عت لي شكون، بالك ممكن نعرفوهم ممكن منا. قال لي فلانة فلانة فلانة. قلت له هذه وين تقرا وشكون مواليها شكون منا؟ قال لي باللي هذه تقرا عندك اصلا، تعرفت عليها في الجامعة اللي تخدمي فيها. التم فهمت باللي كان يجي عندي ماشي على جال دراهم، كان يجي عندي على جال هذه البنت. انا قلت معليش نشوفوها علاش لا، نشوفوا هذه العائلة كي دايرة، نشوفوا العائلة هذه اللي راك باغي تناسبها. هو هضر معاها تفاهمنا كامل باللي نروح نشوفوها، تفاهمنا زعما عادي. المشكل الوحيد اللي كانوا مش متفاهمين عليه هو يقول لها باللي ما تخدميش تقعدي في الدار، وهي تقول له لا نخدم. هذا المشكل الوحيد، يعني ما كانوش متفاهمين. هو بغى يخطبها وكامل في هذه النقطة ما كانوش متفاهمين. هي باغية تخدم بصح هو قال لها شرط عليها تقعد في الدار. من بعد قلت لكم باللي كنت تقرا عفوا في البلاصه اللي كنت نخدم فيها. هضرت معاها قلت لها شكاين فهميني الا كي قابله بشروطه نقدموا ونجو، وإلا ما راكيش قابله خمي مليح وتاخذوا القرار فيما بيناتكم، ما تتسرعوش ومازالكم صغار. واصلا انا كنت ضد الفكره تاع يخليها قاعده في الدار، على خاطر بناتي كامل ماهوش متزوجات، بناتي كامل خدامات وانا نخدم، وهو يقول لها قعدي في الدار. حاولت نهضر مع ولدي قلت له محمد ولدي ماشي جايه قاعد تشوفنا صباح بكر نروحوا نخدموا حنا كامل، انت تخدم انا نخدم، خواتاتك كامل يروحوا يخدموا وهي خلوها قاعده في الدار. خمم في احساسها كيفاش راح تحس، خمم قرايتها علاش قرات غير هاك، قرات في باطل. قال لي ماما هذا القرار يخصني انا حياتي كامل نتمنى هكا ندخل للدار ونلقى ماما طيب، ولا نلقى ماما دير في امور تاع البيت. هذاك الاحساس ما عشتهش وما رانيش باغي نعاود نعيشه مع المراه اللي راح نكمل معاها حياتي، وما رانيش باغي ولادي يعانيو كيما كنت نعاني انا كنت صغير. على خاطر المراه العامله على بالكم كي تخرج والاولاد يخرجوا من ليكول ويروحوا للدار يلقاو واحد الفراغ في البيت ياثر على نفسيتهم. قلت له انا شوف انا ما تدخلونيش في الحكايه وفي المشاكل تاعكم، تفاهموا. بغات تقعد بغات تخدم وانا راني نقول لك من رايي من الاحسن خليها تخدم عادي. هو قاعد انسيستي على الراي تاعه باللي ما تخدمش وتقعد في الدار. قلت لها المهم اللي قد فهمها باللي ماشي انا اللي راني شارطه فيها ولا انا اللي راني باغيتك تخليها تقعد في الدار، لازم تفهمها باللي هذا الراي تاعك انت ماهوش الراي تاعي انا. قال لي خليها عليا. المهم صايي هي قبلت بالشرط تاعها باش تقعد في الدار. اتفاهموا ودرنا نهار باش نروحوا نخطبوها. رحنا خطبناها. قلت لها بنتي شوفي هذاك القرار يعود لك انتيا، بغيتي تخدمي شرطيها له من دروك، قولي له من دروك بلي باغيه تخدمي، ولا راكي قابله تقعدي في الدار بها ونعمت. قالت لي لا صاير انا متفاهمين وقررت وخممت وقلت بلي نقعد في الدار مادام راح يكفيني وراح يوفر لي كل شروط الحياة وكل رفاهية اللي راني متمنيتها. قلت معليش وضحيت على جال تربية تاع أولادي. المهم ديناها تزوجت والحمد لله يا ربي وجبناها للدار. من نهار اللي جبناها نهار الأول كانوا متفاهمين، يعني بناتي مع عروستي كانوا متفاهمين متطايبين، حاجه ما تخصهم. وكما على بالكم وكما فهمتكم باللي انا كانوا عندي خواتاتي قلت لكم باللي نتلاقوا بالمناسبات وبلا مناسبات، دائما يجوا عندنا للدار بلا سبه. كل ويكاند مرات انا ندي عروستي ونروح، مرات ندي بنتي ونروح، وكنت ديما نركز على حاجه عروستي نديها هي سبق من بناتي باش ما تحسش باللي راني نفرق بيناتهم، ولا باش ما تحسش باللي راني ما نعدلش بيناتهم ولا راني جايه من الكوتي تاع بناتي. كنت هي دائما تروح معايا، وفي بناتي كل مره واحده فيهم يعني التور بيناتهم في بين بناتي كنت نديها. وهما تاني خواتاتي كانوا يجوا. الحق تاع ربي عروستي كانت ما شاء الله تقوم بالضياف، تعاون خواتاتها جيت نقول لكم تعاون حماتاتها اللي هما بناتي، تعاونهم متعاونين الضحك الزعاقه. المهم قلت لكم خواتاتي كنا نروحوا عندهم بزاف ويجوا عندي بزاف، وكانوا ما يطلقوا لها الهضره بزاف، كانوا يمعنوا لها بزاف، يقولوا لها نوريه عندها الزهر لقات كنا كوني نلقاو كنا كيما نتيا، نوريه عندها زهر لقات كنا اللي تقابل لها الدار، نوريه عندها الزهر. المهم كانوا يقولوا محمد يعرف يخير، خير شكون دروك اللي تقبل تقعد في الدار.
كانوا يلعبوا لها بعقلها شويه ويخلوها هكا تتوسوس. هذيك الهضره انا كتضرني شخصيا، كنت نقول لهم ما تقولولهاش هذيك الهضره. بصح كل لقاء وكل مجلس وكل اجتماع نتلاقاو فيه وفي كل يعني مناسبه ولا بدون مناسبه يقيسوا لها بعض الكلمات اللي كانت تضرها. التم هي بدات تتوسوس من هذيك الهضره، ومن بعد بدات تحاسبهم على ماعين بالطبسي، تحاسبهم بالطبسي، تقول لهم باللي غسلت 5 طباسات غسلوا 5، درت دي ديروا دي. صاي بدات المحاسبه، بدات المشاكل. كي ندخل للدار من الخدمه ندخل تعبانه عيانه، نلقى هذه عروستي نلقاها مع بناتي متشالقين، الشعر يطير، الزقا، الحس، نرفد ساكي، دخل دروك نرفد ساكي ونعاود نخرج نركب في اللوطو تاعي وراني قاعده ونقرا عليهم مين يكملوا باش ندخل. ما نبغي نجي لا مع بناتي لا مع عروستي، مين يكملوا ندخل. وولدي محمد عنده نفس العقليه تاعي، من يدخل للدار يقول لها جيبي حقك بيدك، بغيتي تضربيهم اللي بغيتي ديريها، حقك جيبيه بيدك، انا ما تشكيليش، جيبي حقك بيدك. يعني كنعطيها اللورد باش تدافع على روحها، باش يعني الفوفير باش تجيب حقها. وهي ما كانت سهله، كانت يعني دير المشاكل بزاف، تضرب. هما قلت لكم كانوا يتباشوا من الشعر، مالغري هما متقفين خدامات. كاع نهار خدامين من يدخلوا للدار يدخلوا معاها في الصراعات. قلت لكم انا كنت جابده روحي نهائيا، ومن بعد عرفنا بلي راهي اونسات. هضرت مع بناتي قلت لهم خلوها، بالك راهي تتوحم، ما ديروش عليها، خلوها مرحله وتفوت. في الحق تاع ربي كي مرضت بناتي تهلاو فيها، داروها في عينيهم، اللي تتشهاها يجيبوها لها. وهذا ما يعنيش باللي محمد ولي كان ما كانش متهلي فيها، بالعكس متهلي فيها، بصح هما كانوا دايرين لها هذاك الاهتمام ولا عاطين هذاك الاهتمام باش يخفوا عليها هذيك المرحله الصعبه تاع اللحم. كما على بالكم مرحله صعيبه بزاف. المهم فاتت المرحله تاع اللحم وولدت ودرنا القصعه تاع حفيدي، والحمد لله يا ربي. وفرحنا بزاف، درنا العرضه، فرحنا بزاف، حتى بناتي فرحوا بزاف، ولدي تاني ربي يخلي له ولده فرح بزاف. المهم فات اللحم، ومن بعد رجعنا للعقليه الاولى تاع انا راني نسهر ما نقدرش نقابل لكم الدار، انا نطيب غير وحدي انا. من المهم بدات هذيك الغيره، لكن الهضره كامل هذه جات من التوسويس تاع خالات وليدي يعني خواتاتي. شوفوا قلت لكم بلي ولدي طبيب وكان متهلي فيها، بصح كيما البديه تاعه ما كانش كما نقولوا حال كابيني وحده وين زعما عندها شهريه كبيره بزاف. كان يخدم يعني مازال ستاج عند الدوله، يعني خدام شهر وكاع، بصح كما نقولوا ما مشي حال وحده كيما نقول لكم طبيب تحسبوا حيه كبيره. طبيب عند الدوله يعني عندها شهريه تكمل يقعد هاك. وخاصة مين دار السلفية للدولة باش يحل الكابيني تاعه ويجيب هذوك الماشينات ويجيب يعني في السبيسياليتي تاعه. جاب كما نقولوا ليارام، جاب بزاف صوالح اللي يخدم بيهم كما نقولوا سلفيه على الدوله، يعني طاح يعني في سلفيه كبيره. ولات عنده يعني ولا مشحاح بزاف في الدار، ما يصرفش تقريبا كامل، وليت انا نصرف في الدار. المهم انا استغليت هذه النقطه تاع مين ولدي بدا يزير بزاف على خاطر عنده ديونات مع الدوله. وليت كل شهر نعطيها 4 ملايين، وهي تقول لي على كي تمدي لي في الدرهم، نقول لها على جال ولدي، يعني حفيدي ماشي ولدي محمد، على جال حفيدي، ولد حفيدي نقول له ولدي، ولا على جال حفيدي اسمه وليد، على جال وليد. كنت كل شهر من تم المشاكل حبسه كامل، ما ولاش العياط، نقص الحس هذاك. المهم استمرت يا ربي واحد 3 اشهر ولا 4 اشهر مامبا. تاني تلاقيت انا وخواتاتي في الدار، درنا اللمه، بدا تاني هذاك الطنيز، هذيك الهضره، يعني هي بالضحك بصح هذيك الهضره وحده تقعد يعني يكون تقعد هذيك الكلمه في الراس تخدم ودير، يعني هذيك الكلمات واللي افعال من بعدها. كنتي اصلا تبغي خالات راجلها، تبغيهم تحط لهم ترفد لهم، بصح في الفتره هذه مزيرت روحها بزاف، ولا طيب غايه ولا تستيكي الطابله، كانت تحمر لي وجهي. هما بالزعاقه مره قالوا لها باللي تقول راهي مخلصاتك، غير بالزعاقه قالوها لها. التم هي تسقرت وحبست وقاعده تشوف فيا، والتم قاعده تخمم زعما هذه الهضره علاش قالوها لي. التم انا زقيت عليهم وقلت لهم صاي ما نستحقكمش تجيو ديروا لي المشاكل في الدار ولا ديروا لي المشاكل مع روستي. من بعد فاتت هذيك الليله، راحوا باتوا راحوا. من بعد جات هضرت معايا قالت لي باللي راكي تقولي لهم باللي راكي مخلصتني ولا راكي دايرت لي شهريه ولا، فقالت لي فهميني هذه الهضره اللي راهم يقولوا فيها. قلت لها لا، هما هضروا هضره من عندهم وكشفتيني هضرت معاهم، قلت لهم الا بديروا المشاكل غير روحوا. قالت لي باللي راكي تبعدي في المشكل على روحك، وراكي تبعدي في باللي خبرتيهم ولا باللي راكي تقولي لهم باللي راني خلصها.
قالت لي فهميني. قلت لها راني نقول لك باللي ما قلت لهم والو، هما برك راهم باغيين يدخلوا بين الطفل واللحم. خواتاتي زحفوا بصح بعد مده هكا، بحكم حنا متقفات ما عندناش ديك العقليه تاع تقولي لي كلمه نرفد روحي ونزعف ونقعد ما نهضرش معاك قرون ولا اعوام. نورمال هما يفوتوا لي وانا فوت لهم. عاودنا تلاقينا موراها، حبسوا كامل هذاك الطنيز، حبسوا هذيك الهضره الزايده، وتعاملوا عادي، نورمال في النورمال كاع. فاتت هذيك الاخرى موراها بواحد 15 يوم، عروستي بدا يخرج فيها في عينيها، في خدودها، في كتافها، بدا يخرجوا فيها هكا كموسات تاع شعر. كنت تدخلوا بقوسين كنت تدخلوا للفيديو اللي راني حاطه هذا في الصوره الخارجيه، راح تشوفوا هكا شعر في العينين. في الاخرى ديك الصوره بينت لكم بها كما وصفت لي مولات القصه. نغلق القوس ونرجعوا للحكايه. بداو يخرجوا لها هكا في عينيها. التم هي توسوست، بدات تزكي وبدات تبكي، وصح عيبوها في وجهها. هذاك الشعر بدا يخرج في حواجبها، يخرج في نيفها، يخرج في كل بلاصه من الكور تاعها يخرج. وكانت كي تروح لدارهم يبدا يدخل. نتوما صح ما غاديش تامنوا هذه الحكايه، بصح فريمون كاينه منها. يبدا يدخل، يا غير ترجع لدار راجلها يعاود يبدا يخرج، غير تروح لدارهم يبدا يدخل. حاجه تحبس الراس. رقعت، راحت للطبيب، قال هذه حاجه ماهيش تاع طبيب، حاجه بيزار ما تصادفناش معاها كامل في الطب. عطاها دواء، بالك عندك هرمونات ذكوريه، دارت لي زاناليز لقى كلش نورمال، كلش بارفي، ما عرف والو. قالها غير روحي رقي ولا شوفي اش ديري. راحت رقات نفس الشيء، ما كاين حتى حاجه، ما كاين والو، ما كاين حتى نتيجه. المهم كي تقعد في الدار يقعد غير يزيد، ترجع لدارهم يبدا ينقص. ما فهمنا فيها والو. هي قررت تنفصل على الزوج تاعها على ولدي محمد وتروح، على خاطر ما قدرتش تتحمل شكلها كيفاش يكون. دارت كلش، راحت لطبيب قالها ما كاين والو، راحت رقات قالوا لها ما عندك والو، ما عرفنا حتى حاجه. وفريمون طلقت وودات ولدها، وولدها مازال يروح ويجي عندنا، مرات يجي مرات يروح. وهي لحد الان مازالها ترفد التليفون وتسقسي عليا، وفي المناسبات تعيط لي، مازلنا عادي. بصح المشكل في هذه الحاجه اللي صرات لها ما عرفناهاش لحد الان. هذه الحكايه اللي حكيتها لكم اليوم، هذه حكايه تاع شخص يعني نعرفها غايه. هذه حكايه يعني ما تخش للراس كامل، ما كاش اللي يقدر يعرف السبب تاع هذيك الاشياء اللي كانوا يخرجوا لها، الشعر هذاك اللي كان يخرج لها في الكور تاعها، غير في دار راجلها. غير تروح يعاود يرجع يدخل من ما خرج. المهم كانت هذه هي حكايه اليوم، بغيت نتقاسمها معكم. قولوا لي نتوما رايكم في التعليقات، قولوا لي رايكم في هذه الحكايه تاع اليوم. مع السلامه. نقول لكم ما تنساوش الجيم وبارطاجيو هذه الحكايه مع احبابكم، مع زملائكم، مع اصدقائكم، ونتلاقاو ان شاء الله في حكايه وقصه جديده.